استنى بس استنى، انت بتبوظ ايه؟ رب هو بيبوظ ايه؟ لا بيبوظ ايه؟ العربيه دي بدون مبالغه اي حد ممكن ينخدع فيها، وانا قاصد لفظ الخدع. العربيه دي داخله كده صنايعي بس من الدرجه الاولى. لا ما شاء الله عليه ما شاء يعني. الله. استاذنك يا حسونه، تعالى بص كده في تفاصيل بس عايزين نجيبها. هات لي الكشكاشه دي كده، الله يبارك لك. انا بقى انزل هنا كده بقى كده يا باشمهندس بص رامي. بقى يا سيدي، قصه ايه؟ بص يا باشمهندس احمد، العربيه دي اي حد هيشوف العربيه دي هيفتكر ان الحادثه بتاعتها المشكله كلها في الانطره تحت والعجله والمساعد. العربيه جايه الجزء ده كده والرفرف يا دوبك فيه الخبطه هنا. كان سامعك جوه. بص رايحه فين؟ لحد كرسي السواق، مش الكنبه، لحد كرسي السواق. العربيه رجعت بنسبه 70% اهي، فانت هرجعها بنسبه 70% رجعت. اللي بيحصل دلوقتي ان انا بنعم الرفرف، بلم كده، خدنا زراجلنا، نبتدي بقى ايه بسنده وشاكوش بايد صنايعي الله يبارك له، يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي ينعم الارضيه واحده واحده، ولا جبنا حموه جوه ولا جبنا سخن، وفضلنا محافظين على العربيه وعلى ارضيتها وعلى درجه صلابه العربيه. وهو ده المهم في حاجه اسمها السيفتي، الامن والامان بتاع قائد المركبه. يعني انت حميت العربيه اللي هي تاخد ريجكت من المرور وتحول لجنه. طبعا. 2 حافظت على العربيه اللي هي قيمتها السعريه في السوق ما تنزلش. بالظبط. 3 حافظت على عوامل الامان بتاعه العربيه بحيث لا قدر الله ما تعملش اي نوع من انواع الضرر. كلام مظبوط. ما كلفتش العميل فلوس زياده في قطع الغيار بسبب القطع وغيره. بالظبط. ولا دخلنا بقى في ربع عربيه. بص الامور واصله لفين هنا. ما تيجي تبص اللي ما دفعوش قطع غيار بقى يا رامي عندك هيدفعوا مصنعيه. بص قصعه الباب، بص قصعه الباب عامله ازاي. هتاخد مجهود ووقت طويل. هو هنا في حاجه اسمها في الشغلانه ان انت يبقى عندك طول بال وصبر، ان انت يبقى عندك من جواك ان انت فنان. هو ده المهم. لا احنا ربنا مرضينا وربنا رزقنا بصناعيه زي الورد، سواء في السمكره سواء في الدهان. اللهم بارك. انا برجع اقولها وهقولها كل مره، انا من غير الناس اللي شغاله معايا انا ولا حاجه. انت ربنا بس بيرضيك عشان انت بتراضي الحمد لله. الله ينور الرجاله عليكم جميعا. الله ينور. وتاني هقول لك، لما تعمل حادثه اوعى تعيش في الدراما وتيجي بسرعه عند البابا رامي بانوراما.